ولكن كنا ننتظر من كولومبو أن يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار. كنا نريد أن يعرف الناس النوايا الحقيقية لمن هم يساكنوننا ويجاوروننا. قال أبو الطيب المتنبي وهو يتغنى بالشجاعة: إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. كان رايش بين جنود المغاربة في الوقت فاش كيرتاحوا ولا كيبغوا يشربوا فيه اتاي في الصحراء، الا بانت لهم شي عاصفة او زوبعة رملية كيقولوا غير الكولونيل عبد السلام العابدي اللي دايز من تما. الكولونيل عبد السلام العابدي الملقب عند جميع الجنود المغاربة بسبع الصحراء، احد تلامذة ثعلب الصحراء محمد الغجدامي. تزاد عبد السلام العابدي سنة 1940 بتطوان وهو من اصول تاوناتية. سنة 1959 التحق بالجيش المغربي، وسنة 1975 تخرج برتبة ملازم. منذ بداية عبد السلام العابدي في الخدمة العسكرية قدر يجمع بين الشجاعة والتواضع. الشجاعة اللي من خلالها خلى القادة ديالو يحترموه، والتواضع اللي كسب من خلاله احترام الجنود اللي قل منه في الرتبة. شخص محبوب، لكن في لحظة الحرب كيولي سبع، ما يمكن اي حاجة تحبسه على التقدم وهزيمة الاعداء. صراحة فاش بحثت على الشخصية ديالو كنلقى تشابه بينه وبين البطل عبد الكريم الخطابي اللي كان حتى هو ظريف ومتواضع في وقت السلم، وفي لحظة الحرب وركوبه على الخيل كيتسيف ويصبح فارس شجاع وقوة قاهرة ضد العدو. هاد الصفات عموما اللي كيتميز بهم الرجل المغربي الحر، الصفة اللي كتبان في وقت الأزمات والحروب. بهاد الصفات اللي يتميز بهم الكولونيل العابدي غيصبح قبطان مسؤول على تمشيط المناطق الصحراوية المشبوهة. في سنة 1978 غيطلع لرتبة كوماندار، هو بشكل دائم كيبين على الشجاعة ديالو والقوة. وفي أواخر سنة 78 غينتقل لتروازيام ريم الراجمة الثالثة اللي كانت المهمة ديالها تأمين بناء الجدار الأمني وحماية فرق الهندسة. اللي كان كيميز الكولونيل العابدي أنه كان دائما كيتواجد في مقدمة الدوريات على خلاف باقي القادة اللي كان كيفضلوا يبقوا في مؤخرة الفيلق أو الفريق وكيعطوا تعليمات والأوامر باللاسلكي ترانسميسيون. يكون العابدي برتبة كولونيل في المقدمة سابق الجنود ما كانش كيعجب بعض القادة، لأن الكولونيل العابدي كان كيعطي صورة مخالفة كترد القادة اللي في خلف المعركة يبانوا شوية جبناء. في كل صباح كيقوم الكولونيل العابدي مع الفريق الخاص به بتمشيط المناطق المشبوهة في الصحراء باش يتصدى لأي هجوم مباغت من العدو اللي الأغلبية كيعتبروه مرتزقات البوليزاريو، ولكن في الحقيقة المغرب كان كيتحارب مع أكثر من 10 دول، واللي من بينها القذافي ليبيا بأموالها، الفيتنام وكوبا اللي كيتقنوا حرب العصابات، الجزائر بالحقد والعقد ديالها، الاتحاد السوفيتي آنذاك بالأسلحة ديالو، وموريتانيا بالمواقف الحربائية ديالها. اما الا كانت جات غير على البوليزاريو والجزائر بوحدهم راه الوضع كان غيكون مغاير. البوليزاريو غتكون تمحات من التاريخ، والجزائر داخله سوق راسها وطالبه غير السلاك. سنة 1982 غيصبح الكولونيل العابدي القائد الأول ديال تروازيام ريم، واللي صبحات في الفترة ديالو كتسمى قاهرة البوليزاريو. غيصبح العابدي كابوس جردان بوليزاريو، وغيطرد النوم من عيون زعماء المرتزقة، خصوصا من بعد الهزائم المتتالية رغم تكالب المتزايد لأعداء المغرب.
العابدي كان مثالا للشجاعة والإقدام، وكان شوكة في حلق البوليزاريو، إلى درجة أن هذه الأخيرة مع الدول المتحالفة وضعت من بين أهدافها الملحة تصفية هذا الضابط المغربي. لغز استشهاد الكولونيل العابدي كان محير. كاينه مصادر إعلامية كتهضر على معركة اللي فقد فيها المغرب واحد من خيرات ضباطو، وهي معركة دريكا اللي ضاعت رحاها يوم 16 شتنبر 1988. الرواية الأولى كتقول أن القائد عبد السلام العابدي تعتقل ومات في الطريق في معركة دريكا، المعركة اللي تكبدات فيها البوليزاريو خسائر فادحة، وكان الضابط المغربي كيراهن على هجوم كاسح ينهي حكايات ميليشيات الانفصاليين. وتم تكليف الكولونيل العابدي بالقيام بهذه المهمة، وتقدم على رأس الراجمة الثالثة، وقال الجنود إلا هربوا غنتبعوهم ولو في التراب الموريتاني. هادشي اللي ما كانت متفق عليه قيادة الجيش المغربي. كان العابدي كيخطط يخوض معركة حاسمة ونهائية. حسب الروايات الرسمية فإن سبب استشهاد الكولونيل العابدي هو الخطأ الفادح اللي ارتكبه يوم الحرب، حيث خالف الأوامر معطاة ليه من القيادة الحربية بأكادير. لقى راسو محاصر من طرف قوات البوليزاريو بعد انسحاب الجيش المغربي، وتعرضت العربة المصفحة ديالو للنيران المعادية، فأصيب إصابة بالغة أدت لاستشهاده. هناك رواية أخرى كتقول أن الكولونيل العابدي في دورية عادية قرب الشريط الأمني المغربي أو ما يسمى عند العسكر بالحزام، 3 ديال الجيبات مغربية كان راكبينها البوليزاريو، باغتو حيت كان كيظن أنهم جنود مغاربة، وكيبقى كيفاش مروا من الحزام وكيفاش حصلوا على دوك الجيبات شيء مبهم وفيه ربما رائحة الخيانة. في جميع الأحوال مات الكولونيل العابدي كباقي الجنود المغاربة شهيد وبطل من أجل الوطن. مات وخلى إجماع عند جنود المغاربة والأعداء على أنه رمز الشجاعة والتضحية، وتسمات أحد التكنات العسكرية بالاسم ديالو، وحتى أحد ساحات بالعيون خدات اسم ساحة العابدي.